بنشكر طبعا الاستاذ امير والد كاترين اللي جاب لنا ده اهداء للتلفزيون المصري، وفعلا كلنا واحد بنحب مصر، والموضوع في منتهى الخطر، موضوع فعلا كرة لهب كما قال الاستاذ نبيل عمر. الموضوع بعد الحراك الديني بقى بعد الحراك الوطني اصبح عراك ديني كما اشار دكتور سمير مرقس. استاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. دكتور سمير مرقس الباحث والكاتب، اهلا بيك. فيك. من اتحاد شباب الثوره وليد ومينا، اهلا بيكم. اهلا بسيادتك فندم. انا اسف على التاخير اولا، يعني لا، ده انا عايز اتكلم في الموضوع انا ده عارف بعد انه إذنك. حضرتك متضايق من قبل. طبعا الميعاد كان الساعه 10. مظبوط. هو مفترض ان جزء من القيم الفتره اللي الاخباريه بس زادت شويه يا استاذ نبيل يعني. لا، انا مع احترامي يعني لا زادت او قلت، ده كلام مش منطقي، لان في العالم كله التلفزيونات فيها نظام وتوقيتات زي توقيتات طيران بالظبط. مظبوط. وان في ضيوف جايين، الضيوف دول مش قاعدين على الرصيف. لا بالعكس، انا يعني ليهم طبعا توقيتات وعندهم حياه طبعا. وبيربطوا مواعيد وحاجات زي كده. ده انا بعتذر للساده المشاهدين كمان، مش ليكوا بس يعني كمان. لا انا قصدي في حاجه مهمه جدا، انت بتقول ان احنا ثوره بنغير، احنا ما وخاصة بنغيرش بقى بقى، ده مرحلة بنتاخر. جديدة في الاعلام. يعني قيمه عايزين فعلا الوقت انفتاح. وقيمه الالتزام بالوقت عنصر مهم جدا. الوقت هو الحضاره. على فكره عكس كل حاجه، انت تصنع التقدم في زمن. طب خلاص كله ضرب ولا يعني العتاب مقبول، العتاب مقبول يعني. خليني ابدا مع دكتور سمير مرقس عشان تكون هديت بعد هذا العتاب الرقيق. دكتور سمير، حضرتك كتبت عن انه هذه الثوره من اجمل ثورات العالم التي حدثت في الحياه المدنيه وفي الشعوب، وكتبت كمان انه كان هناك حراك وطني غير طبيعي، والخوف ان يتحول او تحول او مع بدايه تحول الى عراك ديني. تشير لنا عن هذا المقر في كلمات قليلة جدا. فضل. طبعا 25 يناير حالة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى يومنا هذا. نعم. وأنا بكرر هذا الكلام كثيرا. لأول مرة في تاريخ مصر الحديث أصبح لدينا حاكم سابق بسبب حراك من تحت من أسفل. نعم. يعني مش حاكم اغتيل أو حاكم مات نتيجة أسباب صحية، إنما حاكم سابق. بسبب لقب جديد على مصر. ده حاجه جديده. دي حاجه جديده بسبب حراك شعبي. تمام. حراك في الشارع. مظبوط. فدي واحده. هذا الحراك كان فيه حاله جديده، حاله بتجمع كل المصريين بدون تمييز. اباط مسلمين، شباب، قيادات كبيره في السن من جيل السبعينات، شيوخ الى اخره، ستات، رجاله، وهكذا. فانت امام حاله مدنيه في وحدوية يعني فيها وحدة. وفي المجال العام بلغة العلوم السياسية، المجال العام اللي هو المجال الذي يجمع المختلفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية واللونية والدينية والجيلية وإلى آخره. هذه حالة حدثت في مصر. صحيح. والجميع توحد في مواجهة مشروع التمديد، مشروع التوريث، في مواجهة الفساد، في مواجهة سين، في مواجهة صد إلى آخره. ما فيش شهر او ايام بعد الفتره الاولى بنبتدي نخش نتكعبل في امور بتعيد كل مجموعه وفئه نوعيه الى انتماءاتها الاوليه. تمام. يعني بدل ما مصر المتوحده كحاله واحده، جماعه وطنيه ضربت واحده، هذه الوحده، الناس بتتكعبل. فتبتدي بقى تخش بقى هذا لا يعني انه ما فيش ما يبرر ذلك. بس هي دي الاشكاليه، انه حدثت احداث، وهذه الأحداث خلت كل فئة ترجع للجماعة الأولية بتاعتها. فأصبح هناك عراك ديني. العراك الديني. تمام. خلينا يعني نتوقف عن تحليل هذا المقال ونستعرض يعني بسرعة كده موضوعنا. حضرتك كتبت كمان يا أستاذ نبيل عن كرة اللهب اللي في طريق المجلس العسكري وفي طريق مصر بشكل عام. تقصد بها إيه كرة اللهب؟ هو مفيش أخطر على مصر من تقسيم مصر. لان زي ما قلت لك قبل البرنامج ان مصر عنصر واحد. انا ضد تماما كلمه عنصرين. عنصرين ده معناه انا بتكلم عن جنسين مختلفين، عرقين مختلفين، ثقافتين مختلفتين، وبحاول اوحد بين هذه الثقافتين، هاتين الثقافتين او العرقين او الجنسين او وده مش صحيح. احنا ثقافه واحده. يعني المصريين عاداتنا جميعا بلا استثناء عندما نحتفل بالموالد الاسلاميه هي نفس ما نصنعه في الموالد المسيحيه. عندما نحتفل بأعيادنا الإسلامية هي نفس ما يصنعه
المصريون الآخرون يعني في أعيادهم، في الجواز، في الطلاق، في الخطبة. طب هنجيب عفش ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ طب هنعزم مين؟ طب مش هنعزم مين؟ الحما، زوج الأم، زوج في وحده في حاجات مش وحدة. كتيره، في يعني أنا أقصد العرف أنا واحد، أنا قصدي التقاليد مفيش واحده. مفيش وحدة. هذه حياة واحدة تماما تماما. يعني انت مش هتلاقي عادات في الاكل او في الزواج او في الطلاق او في، سيبك من حكايه الدين لان في الاخر في حاجات، لكن انا قصدي الحياه العامه، في الصداقات، القعده على القهاوي. إذن هذه كرة مصريون اللهب. فقط. عندما تاتي عند مصريون فقط، عيله واحده، تقوم جايب شطور ومقسمها، انت تشعل النيران. فكره انك تصنع الاتوبيس الذي يحترق والكل يقفز بقى يضرب، انا عايز انقذ نفسي بقى فاحرق الباقي او الى اخره. فدي كرة اللهب الان اللي بتتنقل للحياة المصرية الذي ممكن ان تولع مصر او تشعل مصر. وبالتالي لا هتبقى بقى في ثورة ولا ثورة مضادة ولا ثورة قديمة ولا ثورة حديثة. تمام. وتوقعك ان هذه الكرة ممكن تزداد اشتعالا اكثر واكثر ما لم نتحرك؟ هو طبعا ما فيش حاجة اسمها ثبات. الثبات نوع من التراجع والتخلف. العالم يتقدم ويتحرك طول الوقت. عندما تقف عند نقطة ما وتثبت عند نقطة ما، أنت تتخلف سواء أردت أو لم ترد. نعم. مفيش حاجة اسمها جري في المكان بالمناسبة. نعم. ده من ضمن المقولات التي لم يتم اختبارها. لأن جري في المكان مع زمن يتحرك هو تخلف. دي ببساطة الناس تتقدم. مظبوط. فأنت بتجري في مكانك. مفيش حاجة اسمها أنه أنا دلوقتي ثابت. ده كلام مش صحيح ومش دقيق. تمام. ومن ضمن المخالفات، أنا بس كنت عايز أشرح حاجة بالنسبة لثورة 25 يناير. احنا ده أول حاكم سابق. لا، في حاجة مهمة جدا. احنا عندنا من مصر الحديثة أي تغيير يحصل في مصر من داخل النظام. هذه أول مرة يحدث من خارج النظام. مظبوط. حتى ثورة 52 ما هو جيش الملك صار على الملك. يعني جيش الملك هو الذي، أي جيش النظام صار على النظام. فكان الإصلاح النظام في 52 من داخل النظام حتى لو صنع نظاما مختلفا. مظبوط. وهو ده الحراك اللي حصل المجتمع. دي أول مرة بقى مظبوط. إن يتم تغيير، أن يحاول التغيير. احنا دلوقتي نحاول. أنا آسف، لم نغير. لم نغير بقى. ومن يقول إننا غيرنا مخطئ. مش مخطئ. أوضاع كثيرة كما هي. أوضاع كثيرة كما هي. طيب خليني في وليد ومينا أعرف حكايتكم مع بعض إيه. نبتدي بوليد، وأنتوا يعني كنتوا من الثوار ومن شباب الثوار واجتمعتوا. وليد مسلم، ويعني انا ما بحبش اصنف، لكن في حلقه النهارده لازم اصنف. وليد مصري، وليد مصري مسلم، ومينا مصري مسلم. هو الاسماء احنا ما كناش هنعرف نفرق. بالظبط. وانا حابب كده، بس انا جامع دول علشان اعرف الوحده اللي بينهم ازاي. فندم، احنا لما بدانا في العمل السياسي من سنه 2005 عن طريق حركه شباب ضد البطاله، كان حلمنا واحد وكان هدفنا اجتماعي واصلاح اقتصادي. وكنا بنعمل يعني زي حلقه وصل بين الشباب اللي موجوده اللي عايز يشتغل وبعض الوظائف اللي بتبقى مطروحه، بنعمل ما بينهم تدريب تمام كده للشباب على الفيسبوك، وبعد كده بندخلهم ان هم يلتحقوا بالعمل دون عن طريق ان احنا بنعمل ايه يعني كونتاكت ما بينهم وبين رجال الاعمال لترحين الوظائف دي. كان صحيح. هدف اجتماعي بحت. طبعا لما بيجي لنا النداء في اي وقت، كان عندنا شخصيات الحمد لله مصريه ووطنيه، مش احنا بس، ده كل المصريين فيهم هذه الكيفيه وفيهم الوطنيه دي يعني متاصله فيهم. يعني اول خروج لينا كان مش في الاحتجاجات، في الثوره المصغره، كانت في حركه 6 ابريل. كان هدفنا واحد برضه، الاصلاحات الاقتصاديه، ولا للتمديد ولا للتوريث. برضه في 25 يناير كان هدفنا واحد. عمرنا ما اتفرقنا عن بعض في اي حاجه ولا في اهداف سياسيه، ولا في بيننا قبطي ولا في بيننا مسلم. وانا ارفض جدا وايد الاستاذ نبيل في ذلك ان ما فيش حاجه اسمها عنصريه الامه. احنا يا جماعه عنصر واحد طول عمرنا. لا، هو ما فيش في الاصل ما فيش، لكن في المراحل الاخيره اللي هو تقريبا منذ 52 بدات المساله تنمو. يعني ما كانش في ضابط قبطي واحد جوه ضباط الاحرار مثلا. يعني المساله بتتغذى من حين لاخر. تسمح لي اشرحها لحضرتك؟ اتفضل. النعره الطائفيه، انا اسف لهذه الكلمه، وليست الفتنه الطائفيه، هي من صنع الانظمه الفاسده لكي يعني ايه تحجم حركه الشعوب. يعني لما يلاقوا ان مثلا هتحصل حاجه موجوده، هي العصا موسى التي بتلتهم كل الثعابين التي يستخدمونها في اي وقت يحسوا ان في خطر على النظام، فهم بيستخدموا ديا مع العصا الامنيه الغليظه ليه؟ عشان يفرقوا بين الناس. هل هذا هو شعورك كمينا ايضا؟ بصوتهم. تمام يا وليد. هل هذا هو شعورك كمينا ايضا؟ اكيد طبعا.
المسيحيين والمسلمين عايشين طبعا في مصر بقالهم فتره ايد واحده، واصحاب بيقعدوا مع بعض، بيعاشروا بعض، بيتعاملوا في الشغل. ولكن هي كانت الحكومه بتتعمد ان هي تفصل بين القبطي والمسلم. ليه كانت اي مشكله بين القبطي والمسلم تحول لامن الدوله؟ بالظبط. بيحاول يوسع النطاق بين المسيحي وبين المسلم، وده وكمان ما كانش صحيح. بيحاكمش الجاني، ده كان بيستخدم العصا الامنيه عشان خاطر يصلح ما بينهم. طب انت دلوقتي بتصلح على اي اساس؟ ما في جاني وفي مجني عليه، لازم ان حضرتك تحاسب الجاني وانك انت تجيب حق المجني عليه. ازاي انك انت بتستخدم الصلح في كل الحدود دي؟ طبعا ده انساب ترصيبات. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ليس في مصر الفتنه الطائفيه او النهره الطائفيه كما قلت في الاول على المعنى الكبير. اللي موجود في مصر دون هوامش بسيطه جدا بتبقى حوادث لا فردية. مش عايزين بس لا ايه لا لا نهون. لا مش عايز عايزين أفسر. نهون ولا لا انا عايز نهوش. اضيف في تفسير تاني مختلف. اتفضل. هو طبعا حكايه صناعه النظم ده هي، لكن في ازمه حقيقيه. لا في ازمه علينا ان نعترف. احنا مش صرنا يعني ثوره 25 انا مش على النظام فقط. احنا على حاله انحطاط نحن فيها. بالظبط، مظبوط. على الافكار والثقافات. نحن نعيش في عصر انحطاط وعلينا، واذ لم نعترف، اذا لم نعترف جميعا بلا استثناء، نحن نعيش في واحده من اسوأ عصور الانحطاط في تاريخ مصر. احنا عندنا تدهور عقلي حصل، العقل الجامعي للمجتمع المصري حصل له نوع من التدهور. اولا زي مش مشكله المعرض. انا عايز اقول لكم بس حاجه علشان نكمل كلامنا. انا عايز يعني نسترجع كده بالذاكره شهر يناير بس ونشوف هذا الفاصل وهذا العقد الاجتماعي. انا هقول لك ايه اللي حصل في يناير وليه ما استمرش. خلاص هنشوفه على الشاشه مع بعض، نشوف هذه الوحده والمحاولات اللي بتحاول تقسمها دلوقتي. فاصل.